يا ترى الذهب رايح على فين؟ هيزيد ولا هيقل؟ وهل ممكن الأوقية تكسر 6000 دولار قريب؟ الخبير الاقتصادي ياسر سعد بيقول إن اللي جاي أقوى بكتير وإن الاتجاه الصاعد للذهب لسه في أوله بسبب التوترات العالمية وعدم ثقة البنوك في العملات الورقية. علشان كده متوقع إن أوقية الذهب توصل لحوالي 6300 دولار في نص سنة 2026، وممكن توصل ما بين 7 و 7300 دولار مع نهاية السنة حسب تقديرات بنوك عالمية. اللي حصل من نزول في السعر مش انهيار ولا فقاعة، دي حركة تصحيح طبيعية بعد طلوع قوي لما بنوك استثمار باعت جزء من الذهب الورقي علشان تجني أرباحها، والنتيجة إن المضاربين خرجوا واللي فضل هو المستثمر طويل الأجل. الخبير كمان نصح إن محدش يحط فلوسه كلها في سلة واحدة، واقترح توزيع ذكي 50% ذهب كمخزن قيمة و10% فضة رغم مخاطرتها، و40% استثمارات متنوعة زي ودائع وعقارات مع سيولة للطوارئ. يعني الذهب لسه لعبته طويلة، واللي فاكر إن الرحلة خلصت يمكن يكون لسه ما شافش النهاية.